في وحدة من الدكاترة حاضرة مؤتمر، وقالت أن من ضمن النقاط اللي قالوها في المؤتمر أن ما في أي علاقة بين الأكل والحبوب، بين نوع الطعام اللي تاخذينه والحبوب اللي في الوجه. الصراحة لما شفت هالجملة أبدا 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 ما اقتنعت، وحسيت أكو شي غلط. متى تأكدت أنه أكو شي غلط؟ لما شفتها مصورين، أو شفت الدكتورة مصورة أن المؤتمر قاعد يدور حول براند لاروش بوسيه. لاروش بوسيه حاطين الدواء مال الحبوب اللي هي كريم الحبوب، وكاتبين أن لها فعالية مثبتة علميا، أن لها فعالية في علاج الحبوب. مو هنا المشكلة، لاروش بوسيه شركة قوية وتعالج وتسوي، ولكن مش شرط أنا أجزم أن هذا الكريم فعال على جميع البشرات. ما أقدر، فأنا كبشرة أنا ما ناسبني، فأنا ما أقدر أجزم وأخلي شيء عام. لازم أحدد هذا يناسب أي نوع من البشرات، حتى ما نقعد ناخذ ونجرب كل شيء في الحياة وما يفيدنا. أنا كلامي أعيد وأكرر، كلامي مش يعني أن الكريم اللي صورته ما ينفع الحبوب، لا ينفع، ممكن ينفع، لكن ما أقدر أقول الأكل ما له علاقة. بس هذا الكريم من لاروش بوسيه هو له فعالية مثبتة أنه بيعالج الحبوب. أولا صحة المعدة هالشيء تجارب، مش شخص وشخصين. يقول لك سأل مجرب ولا تسأل دكتور ولا تسأل حكيم. تجارب المئات الآلاف من الناس اللي عدلت وجباتها وأكلها وعدلت صحة المعدة، وهالشيء انعكس تماما على صحة البشرة تماما، من نضارة، من صفاء، من هواي أشياء. فأنا ضد موضوع أنه أني أقول الأكل ما له علاقة وأروح أشرح عن براند معين. أنا ممكن أمدح لكم براندات أنا أحبها، لكن أول شيء راح أحدد نوع البشرة. ثاني شيء، أول شيء راح أقول لك عدلي في أكلك. ما تقدرين تاكلين سكر وتعالجين حبوب، ما هو السكر يزيد أي التهاب في الجسم. ما أقدر أقول لك كلي دهون مهدرجة أو كلي دهون مكررة وكلي زيوت وكثري من ما أدري شو، وأقول لك والله استخدم هذا الكريم بيعالجك الموضوع. لا طبعا، ما هي الزيوت والسكر وهالأمور بتزيد الهالات، بتزيد تعب الوجه، بتكسر الكولاجين اللي في البشرة، بتسوي أمور وايد. كيف تقولون ما له علاقة؟ يعني ما أعرف أبدا، ما اقتنعت. والصراحة نصيحة لكل بنت، نصيحة تثقفي بالأشياء البشرة، تثقفي، لا تسمعين تجارب، ثقافة، اقرأي أكثر، دخلي مقالات، شوفي تجارب ناس، خصوصا في الأشياء اللي هي الطبيعية. لما تشوفين ناس فادتها الأشياء الطبيعية وقتها سمعي منهم شو خذوا أشياء كيميائية موجودة في الصيدليات. بس أوفر يعني أنا والله لا، ما له علاقة الأكل، بس هذا الكريم فعال، اللي زين أوكي فعال على عيني وراسي، بس كيف الأكل ما له علاقة؟ كيف؟